اما المشكل في اللي يجي يتحايل على الزواوله يقنعهم بانه هو بطل جبار مش يمنحهم، بينما هو مرتبط بشبكات نتاع مافيات دوليه. خير راني نعرف نبيل القروي اكثر منك، انت عرفته، بالله انت عرفته نبيل القروي، مافيات دوليه، بالله انت عرفته نبيل القروي. انا ما نعرفش حكايه نبيل القروي مع فجر ليبيا، مخرج الخنار، خرج. انا ما نعرفش اش قبض، انا ما نعرفش الاتصالات نتاعو حتى على الحدود التونسيه الليبيه كيفاش يطلب 500,000 دولار بالمليون دولار. انت شنو خلينا نستهتر بينا، هذا بلاتو تيجي انت ترهدوا على التوانسه، تفيقوا شويه على رواحكم. الناس تحررت، شعوب انطلقت وخلقت مجتمعات ب 11% و12% نسبه نمو، بلدان في افريقيا المجاعات كانت هزتها انطلقت، واحنا كالفساد قتلنا، واحنا كالمافيات قتلتنا. يجيب تلفزه ويحب يشد الحكم، يجيب جمعيه خيريه يتحايل بها عامين وبعد يحب يشد الحكم، ونسكتوا نقراو في الجامعات وبعد تحكموا فينا ب 800,000 واحد زواوله ومساكن ما عندهم ما يعملوا. ما فهم توانسه جبت لهم الكرامه. انت ما جبتش لهذوكم الكرامه، انت هنتهم، انت صورتهم في التلفزه، انت صورتهم في التلفزه وهما ياخذوا منك في صدقه، وبعد مشيت خذيت اصواتهم باش تشد الحكم. شكون قال لك؟ شوف يا استاذ انا راني من كاع الخابي، مريت بالمعارضه الراديكاليه وقلت ما نعرفكش في المعارضه الراديكاليه. لا مريت، انت ما تعرفش تقرا جريده المواطنون والموقف. لا ما كان نعرفك في ما كنت دخلت السياسه بعد 2011. اما انا دخلتها من انا عمري 18 عام نخطب في الجامعات. انا مؤسس من مؤسسي اتحاد المواطنين العمل. انا تعرضت لمحاوله اغتيال، مش مشكل هذا الكل ما تنجمش تعرفه انت، على خاطر انت كنت تلعب في بطحه اخرى. انا كنت كور في بطحه تكسير الحجر اليوم مع بن علي. هي مع بن علي يا ولدي يا بن علي. كتبت مقال انا مع بن علي، كاتب 400 مقال ضد بن علي. انا كاتب قفصه دقيقه صمت ترحما على الدوله. انا اللي كسرت الحصار الاعلامي اللي عمله بن علي ومنظومته على قفصه في الحوض المنجمي. انت وقتها الله اعلم بك وين. انا يعرفوني اللي الجواعه والمساكين، اما يعرفوني صادق معاهم، ما هزيت لهمش فلوسهم، ما تحايلتهمش على اصواتهم، ومانيش نخدم باوجاعهم باش نشد الحكم بمنطق مافيوزي. حاولوا، انا والله نحشم في بلاصتك، نحشم جايب لي ما دخلكش فيا، انا نحشم ما دخلكش فيا، تكلم على روحك. كي نخب البلاد تصبح معسكره عندنا نبيل القروي باش تقود تونس. وين؟ ما دخلش روحك. وين باش تهزوها؟ عندنا عباقره في العالم اجمع، يعني جايين يجوا مبندروا للناس. هيا نصورك وانت تاخذ في قدمه خبز ولا في كيلو مكرونه ولا في دبوزه زيت، نصورك ونصور معاك ومن بعد ناخذ لك صوتك. احترم روحك وما تتكلم كيما تحب. لا انا محترم روحي، نتكلم فيك نعطي فيك في الدياغنوستيك. تفضل صاحبي اسمعنا. هذه لحظه فرز. منظومه كمال الطيف من 86 هي تصنع في السياسات، تحكم في الدوله باش تستمر في تبعيه للاستعمار الخارجي والمافيات الاجنبيه. بعد ما هزتها ونفضتها الثورة حبت تلقى حلول بجميع الأشكال. وصلت للبيجي الله يرحمه ويغفر له، طلعته تصدر المشهد، صنعت اغتيالات في البلاد. كمال الطيف هو من يقف وراء الاغتيالات. خلينا نفركوا الرومان، خلناك الكرتوشة في راسي أنا. علاش؟ تتراهدوا علينا عصابة، أنتم ما كومش حزب، أنتم عصابة. لا أنتم ما احترمتوش الشعب كامل، مش احترمك. علاش مش احترمك؟ على شنو؟ ما نعرفش نبيل القروي أنا المواشم ظهره، ما نعرفش نبيل القروي يكون يسمي في المخدرات، ما نعرفش نبيل القروي واش علاقته بفجر ليبيا، ما نعرفش الميليشيات اللي دخلها، ما نعرفهاش، ما نعرفش التمويلات المشبوهه اللي خذاها، ما نعرفش تبييض الاموال. بالكش غبي انا ما نعرفهاش. ماك حسبتني على